معانا معلقة من السمنة، دابت كويس. هننزل عليها برشة من السكر، نص حبة سكر حلوين كده. احنا كده مولعين النار على نار هادية. هنستنى السكر يكرمل زي ما انتوا شايفين كده، لون خفيف جدا، ونبتدي نطفي النار. احنا كده طافيين النار. وهنرص الموزة انا فاتحاها بالنص كده، يعني قسمة الموزة نصين. نرصها كده في الصينية، النار مطفية كده، يدوبك واخدة حرارة البوتاجاز. ناخد بقى 2 بيضة، معاهم كيس من الفانيليا، معاهم نص كوباية من السكر. نضربهم بقى كويس جدا، اضربيهم كويس جدا لما تحسي كده ان السكر داب. نبتدي ننزل بنص كوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت. نخلط برضك كويس جدا، نضرب المكونات كده تخش في بعضها. هنبتدي ننزل بكوباية من الدقيق، ننزل بيه بقى واحدة واحدة، وعليه كيس الا ربع من البيكنج باودر. انا سبت شوية من الكيس، منزلتش الكيس كله، تمام، لان دي يعتبر نص كيكة، يعني مش مستخدمين كوباية من الزيت ولا كوباية من اللبن ولا كده، لا، نص كمية الكيكة الكبيرة، يعني نص كمية الكيكة العالية، يعني لان احنا هنعملها على البوتاجاز، فمش عايزينها تكون عالية قوي عشان تستوي كويس. رغم كده هتعلى معانا، وهتشوفوا منظرها عاملة ازاي، منظرها تحفة. نزلنا بكمية الدقيق كلها وقلبنا كويس. هنبتدي بقى نرصها في ننزل بيها في الصينية. بصي هي واخدة طبقة صغيرة ازاي، هتشوفي هتعلى قد ايه، هتعلى معانا برضك جدا. رغم ان احنا واخدين نص الكمية اللي بتاخدها الصينية دي بتاخد ضعف الكمية اللي احنا حطيناها. نغطيها بقى بغطا محكم، انا عشان الصينية ملهاش غطا معين، فالطبق ده حراري غطيتها بيه وبيغطيها كويس. بس بقى بعد 35 دقيقة على النار، نار هادية جدا جدا، تبصي بقى تأكدي ان هي استوت كويس من جوه. هنقلبها، بس عايزة اقولك ان انا نسيتها شوية على النار، يعني طولت عليها سنة. وبرضك النار عندي عالية، ما بتوطاش للاخر، المفروض نحط شياطة. بصي بس النتيجة تحفة، هشة جدا وخفيفة ممتازة. هتعجبك جدا الطريقة دي، مش هتعمليها بعد كده في الفرن، بجد روعة. عايزة اقولك ان ممكن تستغني عن الموز اساسا، تعملي نفس الطريقة، تحفة بجد. بس سواها مظبوط وهشة ازاي. منتظرة رأيكم بقى حبايبي، والسلام عليكم.